رجالة أولى ثانوي، أهلا بيكم في فيديو حل جديد. النهاردة هنحل على الفلسفة والدين والعلم. طبعا نزل لك كل الفترة اللي فاتت ملخصات على أجزاء اللي فاتت، وبالتالي ده الحل بتاع كل جزء لما بينزل. احنا معاك خطوة بخطوة، ربنا يعينك ويقويك ويعنينا الاتنين ليك. مادام عنينا الاتنين هنرفع دي بقى عشان نبدأ نشتغل. بص يا صاحبي، بيقول لك المبدأ الأساسي ايه ده؟ نسينا ندوس على البتاع دي، سوري. فبيقول لك ان المبدأ الأساسي للفكر الفلسفي هو تقبل تعدد الآراء. بص، ما دام ما شفت تعدد الآراء دي يبقى ده موضوع. بص، انا هكون معاك هنا في الفيديو ده بالراحة عشان ما تقولش انا بتلخبط في الحتة دي تاني. في تعدد آراء يبقى وجهات نظر، ارجع للي قلناه في الملخص. فأما الفكر الديني بيرتكز على الثوابت. طب انا كده معايا موضوع، ما دام ما في موضوع هاخد ايه مع الموضوع؟ يعني هنا تقبل دي، وهنا ثابت. تقبل وثابت، انا هقبل ان في اختلاف، هقبل ده منهج. يبقى انت كده بتتكلم عن منهج وموضوع، يبقى ايه المنهج والموضوع؟ السؤال الثاني بيقول لك المعرفة المبنية على النصوص الدينية. لحظة واحدة. المعرفة المبنية على النصوص الدينية تعطينا الحقيقة كاملة. حقيقة كاملة؟ حقيقة مطلقة. ده موضوع. دايما موضوع الا لما يجيب سيرة الطريقة. جميل. السؤال الثالث، هناك فرق فلسفية اشتغلت بشكل دؤوب في التعليل العقلي لقضايا الإيمان. يبقى هو هنا بيتكلم عن ان اكيد الفلسفة علاقتها بالدين كويس. اهي الفلسفة متوافقة مع الدين، ما فيش الحق لا يضاد حق، ولا نسيت؟ السؤال الرابع، ان الانسان يرى ظواهر الكون على اختلاف انواعها فيتصورها ثم يجتهد ما قالش اي طريقة واسلوب، يبقى ده موضوع. اجابتك موضوع ان لم يكن، وافتكر اللي بنقوله في الحصص. السؤال الخامس، العقل بوحي بدون الوحي كالبصر بدون الضوء، لا يرى شيء. توظف دي علاقة الفلسفة بالدين، علاقة ايه؟ طب بالله عليك علاقة ايه؟ يعني تفتكر الاتنين بيتخانقوا مع بعض؟ واحنا قلنا الحق لا يضاد حق، يبقى اكيد علاقتهم ببعض كويسة. اكيد الصراع مش تناقض. والله انت لو تجتهد وتركز هتجاوب، هي اسئلة اسمها ناتج تعلم، ما انت لو فهمت هتحل، ولو ما فهمتش ارجع للملخص واللينكات عندك تحت في الديسكريبشن. السؤال السادس، تهتم الفلسفة بدراسة الأخلاق ومنها الخير. فلسفة بتدرس يبقى موضوع. فين موضوع اهي موضوع كذا بيدرس كذا. تقول لي ما تقرا السؤال، ما انت المشكلة ان انت ما عندكش عقل مدرس. انا باجي في الحصة اديك عقل مدرس. اتفضل حل بقى. السؤال السابع، لقد حدد الإسلام بوضوح السببية في هذا العلم وحل المشكلات التي حيرت البشرية على المستوى الفلسفي والديني، حيث أراح العقل البشري بتأكيد أن الله هو الأول. أكد. ده طريقة. جميل. الراجل اتأكد وبقى بيسمع كلام ربنا. ده منهج. سبب يبقى في منهجية. سببية تساوي منهجية. البحث عن السبب هو البحث عن المنهج. بفكر، بعمل، بتصرف، ماشي. السؤال الثامن، ان العقل تابع للدين، الحق ومؤيد وخادم له. العقل بيسمع كلام. طب ما علاقة الفلسفة بالدين؟ بص يا صاحبي، هو المفروض ما اقولكش الكلام ده هنا يعني، بس اقوله لك. علاقة الفلسفة بالدين دايما علاقة كويسة، علاقة توفيق. علاقة الفلسفة بالعلم علاقة حلوة، بيكملوا بعض. اوعى تقول لي توفيق هناك، هيبقى توفيق عكاشة كده. يبقى دي علاقة توفيق او توافق. السؤال التاسع بيقول لك ان اكثر اعداء الانسان هو الجهل والخرافة، فالدين الاسلامي جاء متوافقا مع الواقع ومتوافقا مع العقل، وهناك فرق بين الجاهلية والاسلام. في طريقة معينة، فيبقى هنا متوافق مع كذا، بيمشي مع كذا، ما بيمشيش مع كذا، يبقى انت بتتكلم عن منهج. السؤال العاشر، لا فلسفة عظيمة بدون الإشارة إلى المطلق.
يبقى في توفيق. ما احنا لسه قايلين يا جدعان توفيق بين الفلسفه والدين. بيقول لك انت بتحل بسرعه ليه؟ طب ما هو بالله عليك ما هو بيعيد نفس الكلام. السؤال 11، يقول الفيلسوف الامريكي رويس ان الانسان المتفلسف حينما يفكر تفكيرا نقديا في كل ما ينطوي عليه الحياه من اهواء وعقائد وشكوك فهذه مهمه الفلسفه بعينها. طب ما ده بيقعد يتفلسف يفكر تفكير نقدي، يبقى ده منهج تفكير، خطوات بيمشي بيها ايه؟ ماشي. شكلك نسيت، عرف لي التفكير تحت في الكومنتات لان شكلك مش مركز. سؤال 12، للفلسفه مباحث رئيسيه وهي مبحث الوجود ومبحث القيم ومبحث المعرفه، ولسه تاخدهم قدام انطولوجي ابستمولوجي واكسولوجي. فده بيتكلم عن تهتم بدراسه قضايا الانسان. ليه؟ بص، مبدئيا مش التسليم ده منهج الدين، مش حقيقه مطلقه مصدرها علمي لان مش دين اصلا، تنقع عن اي شك وتعديل، لا هي مش دين، هو بيتكلم عن فلسفه ودي الوحيده اللي تخص الفلسفه. السؤال 13، يقول الفارابي يا فارابي ان الدين لا يناقض الفلسفه. ان في فروق بينهم فهي في الظواهر لا في البواطن، لان كلاهما يعطي المعاني الاثنين زي بعض، مشتركين في حاجه ما اشتركوش غير في الغايه. سوري، لا تحقيق السعاده. يا سلام عليك. العباده هي اساس خلق الانسان فعليه القيام بها وبتنفيذها على اكمل صوره. عباده يبقى موضوع، لان ده موضوع الدين، العبادات والحقيقه الكليه اللي جايه من عند ربنا. قام الغزالي بنقد الاتجاهات الفلسفيه اليونانيه، فليس معنى ذلك انه كان يرفض التفكير، بل عكس من كده انه كان طول حياته نموذج فلسفي رائد ذو فكر واعي ناقد فاحص. الراجل كان طول الوقت بيفكر. هو هنا بيتكلم عن الفلسفه من ايه؟ من حيث وجهات النظر؟ لا، من حيث الطريقه. الراجل كان بينقد ناقد، فيبقى ده منهج. سؤال 16، في بعض المجتمعات يسود اعتقاد راسخ بان الفلسفه، بص عينيا جريت لاخر السؤال لقيته علاقه بين الفلسفه والدين، يبقى توافق. بالله عليك بالله عليك قول لي انت بتعطل ليه في الاسئله دي؟ دي اسئله؟ دي اسئله الكتاب. سؤال 17، لقد قام علماء الدين الاسلامي بدراسه احكام الشريعه ومبادئ الدين الاسلامي في كافه امور الحياه اليوميه. درسوا الكلام ده؟ درس كذا يبقى موضوع. سؤال 18، تحاول الوصول الى احكام شامله فلسفه. طب شامله بالمناسبه شدوا حيلكم عشان الشوامل ولا ايه؟ سؤال 19، ان بعض الفلاسفه اليونانيين قد امنوا بقدره العقل فكانوا يعالجون الكثير من المشاكل اللاهوتيه. علاقه الفلسفه بالدين. لاهوتيه انا علمت عليها عشان كنت هقول لك لسه ان في عقل وفي دين، فيبقى طلع اصل السؤال عن علاقه الفلسفه بالدين. سؤال 20، يقول الكندي الفلسفه تسير في ركاب الدين. اول ما تلاقي الاثنين ماشيين مع بعض يبقوا الاثنين غايه واحده. سؤال 21، الدين يسبق الفلسفه بانه يقرر الحقيقه ويترك للناس. الله عليك ده هنا التفلسف طريق الايمان، براعم الايمان، برنامج تعد وتقدمه هاجر سعد الدين. سؤال 22، بيقول لك من اقوال الفيلسوف ابن رشد ان الحق لا يضاد حق بل يوافقه ويشهد له. الاثنين علاقتهم ببعض كويسه، تدور في الاجابات هتلاقي الاثنين هدفهم واحد، الحقيقه والسعاده. وعشان كده صاحبي فرق لي في الكومنتات بين الفلسفه والدين من حيث الموضوع والمنهج. سؤال 23، ان الدين صنعه الهيه والفلسفه ابتكار انساني. يا سبحان الله شوف يا اخي، قال لك هنا صنعه الهيه، دي حاجه ودي حاجه، فكده في اختلاف موضوع. بدل ما في اختلاف، اول ما تلاقي اختلاف يبقى في اختلاف موضوع ومنهج، مفيش اختلاف موضوع وغايه عشان انت لسه مفرق في الكومنتات. سؤال 24، الفلسفه معبر للانسان، بياخدها كده عشان يخرج من الضلمه للنور. يعني هدفه يخرج للنور والطريقه اللي بيخرج بيها فيبقى هدفه منهج. سؤال 25، الصفات الاتيه مشتركه بين الفلسفه والدين. هتدور هما اتنين حاجتهم واحده. ايه هي بقى؟ كل ده موجود. غايتهم تحقيق السعاده، المطالبه بالادله،
وجهين لعمله واحده، لكن هو فيما عدا غياب اعمال العقل. دول مش موجودين لا في الفلسفه ولا في الدين، الاثنين بيأمروا بتشغيل دماغك. سؤال 26 يقول باسكال، وهنا افتكر نكته الدحيح الشهيره بتاعت نيوتن وباسكال وبتفرج عليها، نكته جميله جدا. بيقول لك يقول باسكال ان عنايه الله الساميه والشامله لجميع الكائنات تعمر النفس بروح الدين بواسطه العقل، وتنعم القلب بالنعم. يا سلام يا سلام. طبعا انت اتسحلت في السؤال ونسيت اللي أنا لسه قايله. بص كده، وجه شبه فهو واحد، ما تهزرش. بس ليك انت منهج ووسيله زي بعض. سؤال 27 اهتم علماء الدين بدراسه مفاهيم كالتقوى، الحلال، الحرام، الحاجات دي، فده موضوع بدراسه كذا. ارجع للي قلناه في الحصص، لان ده مجرد حل اللي قلناه في الحصص، مش الملخصات. هتروح الملخصات هتلاقيني هناك بقول لك ارجع للي قلناه في الحصص، كل حاجه ولها حاجه. سؤال 28 لا غنى للإنسان عن أن يكون مؤمنا بعقيدة معينة ويتأمل في الظواهر ويفكر فيما وراء الطبيعة ويبقى عامل إزاي. طب ماشي، أكيد في توفيق بين الفلسفة والدين أهو. سؤال 29 إن الفلسفة تهتم بعدد من المفاهيم كالحرية والمصير والأخلاق والعلم و أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية، قضايا الإنسانية المعرفية. سؤال 30 على الفرد المتفلسف أن يتمتع بالجرأة واليقظة وإثبات وجهات نظره بالبرهان والإقناع. الراجل لازم يمشي بالطريقة دي، بالبرهان والإقناع، يبقى منهج. سؤال 31 ذهبت الماركسية إلى إنكار وجود الله وإرجاع حركات الروح إلى الحركات المادية. ده يخالف الدين من حيث ايه؟ ركز في حته يخالف الدين دي، ده عكسه. يبقى ده ليه؟ لانه بيهتم او بيسلم بالحقائق النسبيه. يجي بعد كده سؤال 32 قال لك الفيلسوف ليس الا شخصا يقف متسائلا حائرا غارقا فاحصا، يخرب بيت كل الحاجات الجميله دي. فالراجل ده عنده كل السمات دي، لو ركزت فده منهج. ليه؟ لانه بيتساءل، بيفكر، بيشغل دماغه. يجي السؤال 33 الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، لخص العبارة. والله جميل، والله عبارة جميلة. ليه بقى إيمان؟ يبقى بيسلم بالحقائق المنزلة، لأنه أكيد ما بيبعدش عن ربنا، ولا بيدرس الإنسان، ولا بيفكر في اللي بيفكر فيه. سؤال 34 إن الفلسفة اليونانية التي وصلت إلى المسلمين لا يمكن أن تؤخذ على إنها الحق بعينه، يعني ما تاخدهاش زي ما هي، دور وراها. جميل. على أن توضع في إطارها الصحيح، وهي تمثل ظروف عصرها، الوقت بتاعها بس. في اختلافات بقى، يبقى ده موضوع. سؤال 35 يرى الغزالي إن الجهد العقلي وظيفتين، أولهم إرشادنا إلى الوحي والتصديق به، والثاني القيام بإدراك الموحى. إدراك الموحى يعني الحاجة اللي أنت هتعملها. جميل. فده يبقى أن الفلسفة متوافقة مع الدين. سؤال 36 الفلسفة تقوم على القبول أو الرفض، وذلك بمراجعة الاستدلالات المنطقية التي ينتقل إليها الفيلسوف. أما الدين فيقوم على فكرة الطاعة والالتزام التام بما ورد إلينا عن طريق النقل. خد بالك، الفلسفة تقوم على القبول أو الرفض، في هنا اختلافات، هتاخد اللي بيتماشى مع عقلك. يبقى دي طريقة، يبقى ده منهج. سؤال 37 إن الفلسفة تهتم بمجالات، بتساوي دراسة، فبالتالي كذا يبقى موضوع. سؤال 38 يقول الغزالي العقل نموذج من نور الله، وبهذا النور يحاول المرء أن يكشف الوجود ويدرك ماهيته. بيشغل دماغه عشان يعرف الحاجة دي، فبالتالي ده إدراك الحقيقة لسعادة الإنسان. السلام يا مزاجه. سؤال 39 فبيقول لك الحقائق الدينية موجودة في الإسلام اللي بيحترمها ابن رشد ويخرجها من دايرة التأويل
فهي من الحقائق اللي بيعجز العقل عن ادراكها، فبالتالي هي حقيقه مطلقه. يبقى موضوع. وقلت لك دايما بدل ما اتكلم عن موضوع فهو بيقول لك قبولها يعني تسليم، يبقى موضوع ومنهج. سؤال 40 لمحت في الاخر، علاقه الفلسفه بالدين ايه؟ عمرها ما تبقى حاجه وحشه، لان حقه لا يضاد حقه. كده احنا خلصنا حل على جزئيه الفلسفه والدين. يبقى يلا بينا على الفلسفه والعلم، وده اول سؤال. هنبدا معاك هنا اسئله كلها فلسفه وعلم بس، زي ما اللي فاتت كانت فلسفه ودين. بص يا صاحبي، هنبدا اول سؤال بيقول لك محاوله الفيلسوف ان يشرح طبيعه الانسان في تكوينه. هو البني ادم بيتكون من ايه؟ بيفكر ازاي؟ تصرفاته ايه؟ عايز يوصل لايه؟ كل الكلام ده هو عايز يشرح. يبقى دي منهجيه. هتيجي معانا بعد كده على السؤال الثاني، بيقول لك ان على العالم ان يتخلى عن خياله عندما يدخل الى معمله تماما كما يخلع معطفه. يعني بين قوسين هنا خليك موضوعي. يعني ايه موضوعي؟ محايد. الله يرضيك، خليك موضوعي محايد، ماشي. وعليه ان يستعيد ثانية عندما يغادر معمله تماما كما يرتدي معطفه. الدعوة التحذيرية دي بتقول لك الاختلاف بين ايه وايه. احنا قلنا اصلا موضوعي ده بالصدفة جات معاك ايه؟ موضوعي وذاتي، ان الفلسفة ذاتية والعلم موضوعي. يجي بعد كده السؤال الثالث، قال لك ان العلماء يتخذون من الذرة مجال. بص، بدم حاجة كذا بيدرس كذا، احنا قلناها قبل كده وشكلك مش فاكر، ففرق لي بين الفلسفة والعلم من حيث الموضوع. اشوف اجابتك في الكومنتات، ما تنساش اسمك زي ما قلنا. فبالتالي ده يا صاحبي كده موضوع زي ما احنا لسه قايلين. السؤال الرابع بيقول لك يستند الفلاسفة الى العلم لتبرير مواقفهم ودعمهم. بص يا صاحبي، علاقة بين الفلسفة والعلم الاثنين زي ما قلنا قبل كده في الملخص، لو انت مش فاكر ارجع له، فده تكامل. بص دي بقى زي ما رسمنا قبل كده، ممكن نعمل دي طياره، بس بصراحه انا ما عنديش الفراغ ده، يعني ممكن نقعد نعمل بقى هنا جناح. بص بلاش احنا هنجري. هنيجي السؤال الخامس، قال لك يهتم علم الانثروبولوجي بدراسه. يبقى احنا السؤال الرابع زي ما قلنا تكامل، تمام، علمنا عليها، انا افتكرت ما علمناش. السؤال الخامس بقى بيقول لك يهتم علم الانثروبولوجي بدراسه كذا. ثانيه واحده هنجيب القلم لان دي حادثه. علم كذا بيدرس كذا، فيبقى ده موضوع وانت مغمض مجال دراسه. السؤال السادس بيقول لك العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع وادراك الحقيقه كما هي. ما تحطش رايك، ما تحطش التاتش، يبقى انا بتكلم من حيث الموضوعيه. هتقول لي ايه ده يا مستر، هو في فرق بين الموضوعيه والموضوع؟ اقول لك موضوعيه يعني حياد، مفيش مشاعر، انما الموضوع هو مجال الدراسه. وارجع للي بنقوله في الحصص ان ده مجرد حل، يعني عايز ايه بنحل. السؤال السابع قال لك ان الرابطه التي تشد العلوم الى الفلسفه ليست رابطه خارجيه. وقعد يحكي في الاخر قال لك علاقه الفلسفه والعلم ايه؟ فانا اقول لك علاقه تكامل. يا سلام يا سلام يا سلام. معلش حدث خطا، هنرجع تاني عادي جدا. السؤال وصلنا للثامن، قال لك اتفق العلماء على ان سبب البرق والرعد هو تفريغ الشحنات في السحب، بينما يختلف. بدل ما في اختلافات يبقى في ذاتيه وموضوعيه، وانت ساكت، لانه بعدين بيقول لك والجبريه ومش عارف ايه. ركز في اللي بنقوله وهتعرف تحل. السؤال التاسع، العلم هو ما تعرف والفلسفه هي اللي انت ما تعرفوش. يعني ده قريب ده بعيد. يبقى احنا هنا بنتكلم عن الهدف او الغايه. الهدف جول. يا سلام يا سلام. نيجي بعد كده للسؤال العاشر، بيقول لك التقدم العلمي ادى الى التوسع في دراسه الطب وعلوم الحياه الهندسيه. الله، احنا من شويه لسه قايلين لما تلاقي مجال دراسه، ايوه، بس تقرا السؤال كله لا يكون بيلفك، اوعى حد يلفك. السؤال ال11، بس قبل ما نوصل للسؤال ال11 عايزك تفرق لي بين الفلسفه والعلم من حيث الغايه او الهدف. هنرجع تاني للسؤال 11، قال لك على الرغم من انفصال الفلسفه عن العلم في الوقت الحالي، الا ان الاثنين ما شاء الله بتربطهم حاجات مع بعض. اصل بص، اكيد مش تعارض، اكيد مش تضاد، اكيد مش تناقض، ما الاثنين حلوين مع بعض والحياه كويسه، فده اسمه ترابط. هنرجع للسؤال اللي بعديه، سؤال 12، قال لك يهتم علم الفسيولوجي
بدراسه وظائف اعضاء الجسم والاجهزه الحيويه والخلايا. خد بالك قال لك بيدرس كذا، فده علم بيصف العلم من حيث الموضوع. ايه موضوع العلم؟ جزء حسي مادي. ماشي. شكلك مش مركز، شكلك مش مركز. سؤال 13 بيقول لك من شروط العلم ان يتضمن درجه كافيه من الوحده. بيكمل بعضيه، يستطيع الافراد ان يتفقوا في الحكم على مسائله. لازم يكون في اتفاق، يعني بالتالي موضوعي. اهي موضوعي. طبعا بنشكر الناس اللي شغالين معانا انهم بيحطوا اجابات في الاخر عشان ما اضطرش اروح لحد هناك. خلي بالك اكيد مش معنى كده ان احنا نحطهم كلهم في الاخر. سؤال 14 بيقول لك العلم حدوده العالم المرئي، ليه حدود، واما الفلسفه فتتجاوز الحدود. الله، هنا الفرق بينهم من حيث ايه؟ بص بقى، السؤال ده بالذات لو انت جيت تبص عليه في المنهج بتاعك هيقول لك ان ده عالم مرئي يعني مادي. اما الفلسفه بتتجاوز ده يعني للمعنوي. ما يجيليش واحد ويقول لي ايوه يا مستر دي غايه، هدف بعيد وهدف قريب، اقول له لا انت بتهزر، ده موضوع. ولو انت فرقت في الكومنتات هتبقى عارف، ولو ما فرقتش ارجع فرق وما تنساش اسمك. سؤال 15 ان الفلاسفه لم يكونوا ذوي اهتمامات واحده، فاذا تشابهوا في امر كان لابد لهم من ان يختلفوا في امور تانية. لو الحياه مع بعض حلوه، بس المشكله ان بعد كده كل واحد ورايه، فدي اسمها ذاتيه تحمل الصبغه الانسانيه. وده طبعا ممكن نعمل له خاتم صغير هنا ودي تبقى المسه بتاعته، بس مش هنقضيها فن يعني. يجي السؤال 16 يحاول العلم الوصول الى النظريات والمسلمات وتخضع لها الظواهر، اما الفلسفه تسعى الى وصف علاقه الانسان بالكون عن طريق التفكير والفحص والتمحيص. بص يا صاحبي، هو هنا قال لك الطريقه اللي بتسعى ليها، يعني الطريقه اللي بتشتغل بيها، فده اسمه منهج. يجي السؤال 17 قال لك اشار بعض الفلاسفه الى امكانيه تفتيت الماده الى اجزاء متناهيه الصغر. بص جه في الاخر قال لك العلاقه بين الفلسفه والعلم. يا صاحبي يا صاحبي، هنا بالذات اخيرا في لازمه، اكيد مش انفصال واكيد مش تضاد، فلازم هتقرا السؤال تاني. لكن الاستطاع العلماء التحقيق منه بالتجربه، يبقى بالتالي مفيش هنا ان الفلسفه ادت العلم ولا العلم ادى الفلسفه، فهي مش تبادل، هي اتحاد. سؤال 18 يقول احد الفلاسفه ان اختلاف ارائنا لا ينشأ عن كون بعضنا اعقل من بعض، بالعكس خالص، احنا مش عشان واحد فينا كويس والتاني لا، ده اراء يا صاحبي، اراء. يجي بعد كده سؤال 19 يقول لك يرى كنت ان النتائج العلميه نتائج يقينيه، بمعنى انها تفرض الاجماع بين الناس، هي كده مش بمزاجك، فده يبقى اختلاف. بص انا عيني وانا بقرا هنا بتيجي تحت يقول لك ده في تناقضات ومضاربات بين الفلاسفه، فبالتالي في فرق بين العلم والفلسفه في ايه؟ في الذاتيه والموضوعيه، كل واحد ورايه، في اختلافات، اما في العلم مفيش اختلافات. صح ولا ايه الكلام؟ بص يا عم سؤال 20 قال لك يمكن اخضاع الابحاث العلميه لقياسات ثابته. قياسات ثابته؟ تجربه اهي، قياسات ثابته، ضوابط معمليه، تجارب. وعشان كده يا صاحبي اكتب لي علاقه الفلسفه بالعلم تحت في الكومنتات، ماشي؟ هي كانوا كلمتين كده افتكرهم صح؟ فيك ماشي. سؤال 21 قال لك يعتمد العلم على استخدام الاجهزه والمقاييس والموازين لتقدير الاشياء كما هي، يبقى بالتالي ده حياد. ثانيه واحده هننزل الصوره شويه كده، حياد. الله عليك، يبقى ذاتيه وموضوعيه من غير ما اكمل السؤال. قال لك افترض الفيلسوف ديموكريتس ان الفلسفه تتالف من ذرات، ان الماده تتالف من ذرات صغيره، وبعد مضي 1000 سنه اثبت العلم صحه الافتراض ده. هو فعلاقه الفلسفه بالعلم علاقه ايه؟ يا عم قلنا 100 مره علاقه ايه، انت لسه كاتب في الكومنتات. ما تسالنيش ده ايه، انا بصراحه احترت، بس هو شكله لو انت عارف ما تكتبوش في الكومنتات. سؤال 23 العلم يخلق الفلسفة، والفلسفة الواعية بدورها هي وحدها التي تتابع كل التغيرات اللي بتطرأ على المادة العلمية. في شوية كل حاجة فيقول لك إن كده علاقة الفلسفة والعلم علاقة تكامل، كل واحدة منهم بتستفيد بالتاني. ده لسه كاتب تحت في الكومنتات. وبالمناسبة بفرق لي بينهم بين الذاتية والموضوعية بالمرة. بقول لك إيه؟ أنت بقالك كتير كده صاحبي ما جاوبتنيش إجابات. ما تقول لي ايه اهميه التفكير؟ فاكرهم الاربعه؟
اكتبهم في الكومنتات. بيقول لك توصل نيوتن الى سبب سقوط التفاحه وهو الجاذبيه، بينما الفلاسفه بيبحثوا عن سبب وجود الجاذبيه اصلا. ده وده يبقى ده اختلاف هدف او غايه. يا سلام عليك يا مركز. سؤال 25 يقول فلان ولد العلم كنتيجه للفلسفه، يبقى بالتالي العلم بيعتمد على الفلسفه. دور لي على الاجابه اهي. سؤال 26 ان الفلسفه معرفه ظنيه لا يقع عليها اجماع، يبقى هنا الناس بتختلف وما بتختلفش، تروح انت لايه؟ ذاتيه وموضوعيه. مش صعب، حاسس ان انا خرجت بره الصوره شويه، اجي لك جوه الصوره قول بس لو انت عايز حاجه. سؤال 27 لقد ساهم علم الطبيعه في تبديل نظريه المعرفه حيث تحولت الى الاتجاه التجريبي. يا سلام يا سلام، علم الطبيعه هو اللي غير في الفلسفه، يبقى الفلسفه بتعتمد على العلم. سلام السلام. سؤال 28 ما يمكن ان نستخلصه من التصورات الفلسفيه انها متباينه في اختلافات، يبقى ذاتيه. متباينه يعني في اختلاف. ولو انت بتحضر في الحصص عارف احنا بنختار ليه، لو بتركز يعني. سؤال 29 قال لك يدرس علم الاجتماع موضوعات مثل الانتحار، الادمان، الانحراف، الصراع، العمل على علاجها. ها بيدرس حاجه معينه؟ يبقى موضوع يعني جزئيه حسيه ماديه. ولا نسيت؟ اوعى تكون نسيت. سؤال 30 قال لك هناك فرق كبير بين العلم الذي يهدف الى تفسير ظاهره جزئيه معينه وبين الفلسفه اللي بتتجاوز ده. هنا غايه. ما قلتليش ليه يا مستر ده موضوع؟ ما انت من شويه حلتها كده، انت كده مش واخد بالك. لا، الموضوع غير الغايه. الموضوع جزئي ومعنوي، مادي جزئي ومعنوي كلي. اما هنا هو عايز يوصل لايه؟ للكبير للبعيد ولا للقريب، وتركز في ده في الحل. سؤال 31 ان الفلسفه استمدت نشاتها من ميل الانسان الى طرح السؤال بدلا من الاكتفاء بالجواب، والى ممارسه النقد والفحص ومحاوله وضع تفسير معقول لظواهر الطبيعه. حلو جدا. الفلسفه عملت ايه والعلم عمل ايه؟ فمعنى كده ان الفلسفه تتمتع بنظره ايه؟ خد بالك ما تروحش على الذاتيه. ليه يا مستر ما اروحش على الذاتيه؟ هو بيكلمك عن شكل النظره، النظره بتخش في التفاصيل. اسمها نظره تحليليه. وبص يا عمنا يا صاحبي. سؤال 32 يهتم علماء الفلك بدراسه حركه الكواكب بدراسه كذا. المستر قايلها لي لما الاقي دي اكتب ايه. سؤال 33 فلسفه افلاطون تمت في جو علمي، فنظريه المثل مثلا ليست الا منهجا استدلاليا رياضيا، حيث تعتبر الرياضه معرفه بتقودنا من كذا. دي علاقه بين ايه وايه؟ شوف بيكملوا بعض. تسألنيش يعني ايه بقى. سؤال 34 يظل الفيلسوف هو الانسان التي تتجه نحوه الانظار، كل الناس بص عليه. all eyes on me. تمام. كل حاجه عليه. الراجل ده نظرته كليه. ايوه الفيلسوف كليه. سؤال 35 اصبح العلم من القوة بحيث اخذت مذاهب فلسفيه كبيره بالاستفاده من مناهجه. العلم بقى قوي فالفلسفه اكتسبت منه، يبقى الفلسفه اللي بتعتمد على العلم. سؤال 36 العلم يتبنى مسلمات لا جدال فيها. ليه؟ لانه بيتبع خطوات يعني تجارب. سؤال 37 ان الامر يقتضي علينا ان نكتشف العالم كما هو والانسان كما هو. نستخلص من هنا ايه؟ كما هو. يعني ما فيش اراء، يبقى موضوعيه. وبكده يا صاحبي الحصه انتهت. طبعا انت عارف ده مجرد حل، انتظر بقيه الملخصات واحنا معاك لحد ما تخلص كل حاجه. كان معاكم مستر ابراهيم ابو بكر، ودي قناه ابره على اليوتيوب. سلام يا صديقي.